ما شاء الله تبارك الله. أصبحتوا يا مشاهدينا نحييكم من دوع الحي منطقة خسوفر بلاد الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد بغلف عليه رحمة الله. اليوم جددوا البير حق الارتواز، بدال ما يطلع بالديزل والصلوط والفلاتر لقوا طاقة شمسية. المشرف على المشاريع حق بغلة في الجمهورية اليمنية المهندس عادل بامهدي جزاه الله خير، تابع الأوقاف حقه والقوط طاقة. ما شاء الله تبارك الله، الناس فرحانة، الناس منبسطة. خذوا عندكم هذا كبير في السن ما شاء الله من أبناء المنطقة، فرحان شوفوا يدرج على المحبس. طلع الماء، يعني كانوا مبهذلين، دحين الطاقة الشمسية خلاص تشيله من تحت الأرض. بير عمقه 256 مدري 250 متر. وخذوا ما شاء الله، جبنا لكم الطائرة عاد حوستها وعما صار لها، لكن الحمد لله لا زالت تريكم الجمال الدوعني. هذا بيت الشيخ أحمد بن محمد بغلف عليه رحمة الله، البيت الأبيض. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيهم خير الجزاء. وذا ما شاء الله أيضا لقطات للجبال والبيوت القديمة، وذا اللفة ما شاء الله تبارك الله على بيت الشيخ أحمد بن محمد بغلف. وتحت الألواح كما تشوفون من فوق ومن تحت، يشحن النظام من فوق ومن تحت. 730 أكبر لوح ما شاء الله تبارك الله. وذا الخط العام وعاد يبغى لهم يصورونه. وذا من حضور الضيوف ما شاء الله الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرب العمودي عضو مجلس النواب، المنصف محمد بن حسن المحضار، وكثير ما شاء الله من السلطة المحلية ومن أهل البلاد. الناس منبسطة من الصبح اليوم لما الظهر، ونحن تحت اللواح ما شاء الله تبارك الله. وهذا اللقطة الجوية العالية، الألواح تحتكم على الخط، وهذا البيوت وفوق الخزان. شوفوا الخزان هاي يطلع الماء من البير لا فوق الخزان الكبير، وبجنبه واحد، وبعدين يسحبون للديار. هي هم بيصدق لا اله الا الله ان هذا بلاد الشيخ احمد بن محمد بغلف عليه رحمة الله. وهذا زوم نقربه لكم على الخزان، وفوق الخزان القلعة ما شاء الله تبارك الله. والوادي يفتح النفس هذه الايام، السحب الزينة والله يملي الصدور ان شاء الله، ويرحم كل منطقة ضمانة وكل وادي ضمان. قولوا امين. والريلز ده طويل، ده ماشي ما هو دقيقة ونص، 7 دقائق ما شاء الله، تشوفون فيه كل زين، تشوفون فيه كل جميل. هذا من وصول ما شاء الله تبارك الله الضيوف الصبح يوم جو. هذا المهندس عادل بامهدي مدير مشاريع بغلف في الجمهورية اليمنية، وذا الشيخ محمد حسن يوم وصل. ما شاء الله تبارك الله. يا حي وسهلا بالجميع لما يكون المواطن مع المسؤول مع الأعيان. ما شاء الله تبارك الله، الله ينفع إن شاء الله ويديم الخير ويديم النفع للبلاد والعباد. ما شاء الله تبارك الله. لا زالت اللقطات الحية تصلكم من تصويرنا اليوم بالجوال وبالطائرة. والآن ما شاء الله بعد ما قصوا الشريط يستمعون من المهندس بحكيم عن الطاقة كم تطلع، والمهندس أيضا عادل بامهدي مدير المشاريع. وما شاء الله تبارك الله، جزا الله البغلة خير الجزاء، والله يغفر للشيخ أحمد ويحفظ عياله وعيال عياله وعيال، المهم يحفظهم لما إلى ما لا نهاية. كل من لقى خير في البلاد ذا الله يحفظه ويحفظ ذريته إن شاء الله. وهذا من كلمة الشيخ محمد حسن العمودي، فاستمعوا له. مبارك إن شاء الله. على كل حال شرفتنا أن نشارك الأخوان أهل سوفر في افتتاح الطاقة الشمسية لديرهم. نسأل الله أن يجزي المتصدقين ويجزي الساعين ويكثر من أمثال المتصدقين، وإن شاء الله في ميازين حسناتهم. ولا يسعنا إلا نقول مبروك للمنطقة وأهل المنطقة. وذا ما شاء الله من الافتتاح وقص الشريط ما شاء الله يوم دخلوا للبيت حق الطاقة، الأجهزة حق الطاقة والتحويل وفتح الكهرباء على البير، الغطاس والدينما. ما شاء الله تبارك الله، كان يا خير صباح في منطقة خسوفر بدوع على الحي. وهذا المهندس بحكيم يشرح لهم ما شاء الله. وهذا يوم رحنا بنتغدى في دار الشيخ أحمد بن محمد بغلف بعد ما خلصنا التصاوير تحت والافتتاح، طلعنا تغدينا لنا يا رب العافية في ذي البيت الزين. الله. وهذا صورة من البلكونة فوق الوسط، برحة زينة زينة شريحة ما شاء الله تبارك الله. وذا ونحن تحت الصبح. وذا لقطة بالطائرة تعبر على الواح يمين يسار. والآن مع كلمة مدير المشاريع عادل بامهدي. احنا اليوم في يوم الخميس هذا 13 من شهر أغسطس 2026 ميلادي، الحمد لله وبفضل الله افتتحنا مشروعنا سوفر بالطاقة الشمسية. طبعا هذا المشروع يعتبر تجديد للمشروع القديم. ما سبق كان البير الحفر ارتواز يمشي على الماطور
والآن في الطاقة الشمسية تجنبنا أمور كثير من الديزل والمحروقات والفلاتر والصليط. القدرة التوليدية إن شاء الله أنها 46 كيلو وات. ما شاء الله. أيوة. الواح 64 بقوة اللوح 730 وات ما شاء الله. يطلع من تحت البير إلى الخزانات فوق. أعلى الخزان تشوف هنا الخزان. أيوة ما شاء الله. نعم. نعم. الحمد لله يكون يعني مشروع إن شاء الله كافي ووافي، ونشكر زي ما يقولون من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن نشكر جزيلا المتصدقين جزاهم الله خير، أوقاف بغلف أولاده الممثلين بالشيخ عبد الله وعبد الرحمن ابن أحمد محمد بغلف جزاهم الله خير الجزاء، كان لهم اليد البيضاء الكبيرة في هذا المشروع. وبغلف معروف في الوادي. نعم. يعني بصمته موجودة في كل الوادي. الحمد لله والشكر. الله يقدمهم إلى خير ويجزى الله المتصدقين كل خير. ومساكم سعيد مشاهدينا، ونحن نقول لكم مساء الخير من وادي الخير دوعا، مساكم عسل لأن نحن في بلاد العسل. الله أكبر. شكرا. وختاما هذا من تغطيتنا اليوم الخميس 13 أغسطس من منطقة خسوفر بدوع الحي لتجديد بير ماء ارتواز منطقة خسوفر وتحويله بالطاقة الشمسية على نفقة أوقاف الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد بغلف وعياله عليهم رحمة الله، ورحم الله من مات وحفظ الله من بقي. وهذا بلاده منطقة خسوفر بدوع الحي، الناس فرحانة والناس منبسطة، والله يملي الخزانات ويديم المياه الطالعة من الآبار، ويحفظ لنا آل دوعا الحي في الداخل والخارج. ودمتم في أمان الله تعالى ورعايته. عبد الله بامنيف يحييكم من دوعا الحي، وودعتكم الله.